أهلا بيكم في فيلم جديد على قناة جولدن إيرا موفيز. فيلم الليلة هو فيلم The Silence of the Lambs أو صمت الحملان. الفيلم ده بطولة جودي فوستر وأنتوني هوبكنز، والفيلم ده إنتاج 1991. تبتدي أحداث الفيلم بدكتور كلاريس، طبيبة في علم النفس الجنائي ومتدربة في المباحث الفيدرالية، وهي بتتمرن تمارين رياضية في ميدان التدريب في ال FBI. وبيجي لها استدعاء لمدير المكتب بتاعها دكتور كروفورد، وبتدخل تستنى في مكتبه على ما يخلص اجتماع، وبتتفرج على صور بنات ضحايا مقتولين وعرايا ومسلوخ جلدهم بشكل يوضح بشاعة الشخص اللي ارتكب الجرائم دي، واللي اسمه بافالو بيل، واللي مرتكب جرائم فظيعة جدا ولم يتم القبض عليه لغاية دلوقتي. بيدخل مستر كروفورد المكتب عشان يلاقيها، وبيقول لها ان نتائج التدريبات بتاعتك هايلة وانك شاطرة ومدربينك بيشيدوا بأدائك، وهي بتشكره على كلامه. وهو بيقول لها انك كاتبه انك بعد ما تتخرجي من الفرقه اللي انت بتاخديها عايزه تيجي تشتغلي في القسم ده بتاع علم النفس السلوكي. فهي بتقول له الحقيقه فبيرد عليها بيقول لها طيب انا عندي ليكي مأموريه تنفذيها. احنا بنعمل لقاءات مع السفاحين اللي قابضين عليهم عشان نتعلم منهم تفكيرهم ايه اللي وصلهم للوحشية دي، بحيث اننا نعرف نتعامل مع السفاحين اللي بيظهروا وبيعملوا جرائم من وقت للتاني. وانا عايزك تروحي تعملي مقابلة مع اكتر واحد رافض التعاون معانا او الخضوع لمحاولاتنا في تحليله نفسيا. فبتقوله ده مين ده يا فندم؟ قال لها دكتور هانيبال ليكتر. وهي ردت عليه قالت له هانيبال اكل لحوم البشر؟ قال لها هو، ولو بتخافي قولي من دلوقتي عشان اشوف غيرك. قالت له لا انا ما بخافش. قال لها طب تمام، ده الملف بتاعه اقريه كويس، ودي اوراق استبيان مطلوب يجاوب عليها لو عرفتي، وده تصريح باسمك من الاف بي اي. خدي بالك ده اخطر شخص موجود على وجه الكرة، واصلا هو دكتور نفساني عظيم، فخدي بالك لانه ممكن يسيطر على عقلك تمام. فسالته طيب هو مقبوض عليه من زمن ايه جدوى ان احنا نشوفه بالسرعه دي دلوقتي؟ قال لها احنا شايفين انه ممكن يفيدنا عشان نتعاقب ونقبض على بافالو بيل اللي كل شويه يعمل لنا جريمه ابشع من اللي قبلها. وبتيجي الصوره على دكتور كلاريس وهي في المستشفى، بيقابلها مدير المستشفى دكتور تشيلتون اللي بيعرفها على حاله هانيبال وقد ايه هو دموي، وفي نفس الوقت بيغازلها وبيعرض عليها ان هم يسهروا سوا بعد ما تخلص مأموريتها، وهي بتعتذر له بشياكه وذكاء، وبياخدها المكان في زنزانه هانيبال، وهو بيحذرها انه اوعي تاخدي منه حاجه او يحاول يلمسك، وانه خدي بالك انه فعلا بياكل ضحاياه، واخر مره عمل فيها تعبان واتنقل المستشفى اول ما شالوا الكلبشات من ايده اكل وش الممرضه بتاعته تماما. وعموما كل حاجه تحت المراقبه والسيطره وهنبقى شايفينك من الشاشات، وخدي بالك انه بيكرهني جدا ومعتقد اني اله التعذيب في الارض عشان انا اللي حبسه بالشكل ده. وبرضه قعد يعاكس فيها شويه، وبعدين وراها مكان عنبر الحالات الخطره، ودخلت للممرضين اللي قالوا لها ان زنزانته اخر زنزانه لوحده خالص. ودخلت العنبر، واول اوضه عدت عليها طلع لها محبوس بيقول لها الفاظ سيئه جدا وبيتحرش بيها، وهي كملت لغايه ما وصلت لزنزانه هانيبال وعرفته بنفسها، وهو شكله وطريقه كلامه شخص مهذب جدا. اتعرف عليها واتريق شويه على ان الاف بي اي بعتن له واحده تريني تختبره، وبعدين سالها ميدز المجنون اللي في الزنزانه اللي جنبي ده كان بيقول لك ايه؟ قالت له كان بيقول لي لفظ مهين جدا. قال لها معلش هو شخص مش مهذب. وسالها انت عايزه ايه بقى؟ قالت له انا عايزه تجاوب على الاستبيان ده. وطبعا هو قاعد بيحللها وبيقول لها اللي عرفوا عنها انتي بتحطي برفان كذا وملابسك تدل على انك من اصول كادحه. وبعدين قال لها بس غريبه ان كروفورد يبعت بنوته ترينيه عشان تناقشني، هو مش فاضي خالص كده، بيطارد بافالو بيل باستمرار. قولي لي ما تعرفيش ليه طلعوا عليه الاسم ده؟ قالت له هي الشرطه اول ناس قالوا عليه الاسم ده لما لقوه بيسلخ كل ضحاياه. قال لها كويس انا ما كنتش بعمل كده. قالت له لا انت كنت بتاكل ضحاياك اكل. فابتسم كده وقال لها طيب هاتي الورق اللي انت عايزاني اجاوب عليه. وبص فيه كده وقال لها يعني انت جايه تحلليني بالورق الخايب ده؟ وابتدوا يدخلوا في سجال عن رايه فيها، فهي ردت برايها فيه. وهنا هو قال لها ان مره عامل دليفري قال لي كلام مشابه لكلامك ده، كانت النتيجه ان انا طبخت كبدته بالفاصوليا واكلتها. طبعا اصلا هي فقدت النطق من الرهبه من كلامه. هو قال لها اتفضلي امشي. وهي خارجه اتعرض لها المجنون التاني ميدز برضه من جوه زنزانته، واعتدى عليها بشكل سافل جدا، وكان في حاله هياج شديد. وده اللي خلى هانيبال ينده لها ترجع له تاني عشان يقول لها انه مش هيجاوب على الاستبيان، لكنه هيديها فرصه اعظم في انها تحاول تمسك بافالو بيل. وده اسم واحده ست اسمها موفيت، وقال لها دوري ورا الاسم ده وانت هتلاقي حاجات كتير تنفعك، وامشي من هنا بسرعه قبل ما المجنون ده يضايقك تاني. وبتيجي الصوره على كلاريس وهي بتدور في الارشيف على الحوادث اللي ارتكبها هانيبال، وانه اكل ضحايا بكل الاشكال، اكل الضحيه الفلانيه واكل الضحيه الثانيه، لغايه ما جالها تليفون من مديرها كروفورد بيقول لها انهم لقوا المجنون ميدز مقتول في زنزانته وبالع لسانه، وانه الحراس كانوا سامعين هانيبال
طول الليل بيتوعدوا وميدز بيترجاه يسيبه. فبيقول لها طيب بالنسبه لمعلومه موفت اللي هو قالك عليها دي وصلتك لحاجه؟ قالت له غالبا وصلت لعنوان مخزن ممكن يكون فيه حاجه. وبتيجي الصوره على كلاريس لما وصلت للمخزن واكتشفت ان المخزن ده مهجور ومدفوع ايجاره مقدم من سنين. ولما حاولت تدخل لقت الباب مش بيفتح لغايه ما قدرت تتسلل من تحت عقب الباب ودخلت لقت المكان مليان مانيكانات لبس واقمشه لغايه ما لقت رقبه انسان مقطوع محفوظه في فورمالين في بطرمان ازاز ومحطوط عليها مكياج. وبتيجي الصورة على كلاريس وهي رايحة للدكتور هانيبال المصحة عشان تسأله على الدماغ المقطوعة دي بتاعت مين وإيه المكياج ده. قال لها دي رقبة واحد من المرضى بتوعي اتأخر على ميعاده معايا 3 مرات وهو كان شخص ممل وادي يستريح من العيشة اللي احنا عايشينها. طيب والميك اب ده ايه؟ هو كان شاذ جنسيا مثلا؟ قال لا هو كان شاذ في خياله، انما هو في حياته العادية كان طبيعي جدا. طيب انا عايزه اعرف الحقيقه. قال لها عنه ولا عن بافالو بيل؟ ايه ده، هو انت تعرف بافالو بيل؟ قال لها انا ممكن اساعدك انك توصلي له، بس هاتيلي ملف القضيه بتاعه اقراه كويس واقول لك، بس في المقابل انا محبوس هنا بقالي سنين بدون شباك حتى، هساعدك وانت تجيبي لي نقل من هنا للسجن المركزي بعيد عن الدكتور شيلتون المجنون ده. بس بسرعه يا كلاريس لان بافالو بيل زمانه دلوقتي بيدور على ضحيته الجديده. ومن الناحيه التانيه بتيجي الصوره على شابه في العشرينات سايقه عربيتها بالليل وبتركن عند بيتها وتشوف راجل كبير دراعه مكسور وبيحاول يشيل كنبه تقيله يدخلها جوه عربيته الفان وبيصعب عليها قوي وبتروح تساعده وبتشيل معاه الكنبه تدخلها الفان لكنه بيضربها ضرب مبرح وبيفقدها الوعي داخل الفان وبيخطفها. وبتيجي الصوره على كلاريس وهم بيستدعوها عشان تسافر مع كروفورد المدير بتاعها عشان اكتشفوا جثه في النهر وشكل الجريمه دي نفس طريقه بافالو بيل في الجرائم. وهم في الطياره كروفورد بيوريها صور الضحيه بتاعته وتقرير التحقيقات وبيقول لها انه بيخطف الضحيه يعذبها ويجوعها لمده 3 ايام وبعدين يقتلها ويسلخ جلدها ومفيش اي دليل لاعتداء جنسي على الضحايا دي وبعدين يرمي جثتهم في النهر عشان الادله كلها تتمسح. بيوريها الصور بتاعت الضحايا كلهم واماكن اختطافهم احياء واماكن وجودهم كجثث وبيسالها عن تحليلها للموقف. بتقوله اولا هو ذكر 40 مثلا قوي البنيه عايش في منزل كبير في منطقه نائيه عشان محدش من الجيران يركز معاه ويبقى بينقي ضحاياه بنفس الجسم والفئه العمريه. الله برافو تحليلك منطقي وممتاز. بيوصلوا لمكان جنازه الضحيه وبتشوف اهل الضحيه كلهم مجتمعين وبتفتكر جنازه ابوها الضابط اللي توفى مقتول وهو بيحاول يمنع سرقه وانه كان سندها الوحيد في الدنيا. وبعدين بيبتدوا يفحصوا الجثه وبيلاقوا انها فيها جروح قطعيه عند الضلوع والظهر وان ضوافرها مليانه طين كانها كانت بتحفر وبيلاقوا ان بقها محشوره فيه حاجه. لما حاولوا يفتحوا بقها بصوا لقوها شرنقه حشره جوه بقها وان ظهرها مسلوخ ومتاخد منه حته كبيره جدا من الجلد. وبتيجي الصورة على كلاريس وهي واخدة الشرنقة دي ورايحة لزمايلها بتوع الحشرات عشان يفيدوها ايه النوع ده يمكن يوصلهم لنتيجة. وبتكتشف ان الشرنقة دي لنوع من الحشرات اصلا مش في امريكا، ده اصلا بيعيش في اسيا بس وما ينفعش يتربى هنا الا اذا كان حد استورد البيض المخصب بتاعه من اسيا. من ناحية تانية بتيجي الصورة على بيت السفاح بافالو بيل اللي اول مرة نشوفه والبيت مليان مانيكانات للتفصيل واقمشة وخيوط اكنه اتيليه وفي صوت بيصرخ صوت البنت المخطوفة وهو قاعد بيسمع مزيكا اصلا. وتاني يوم بنكتشف ان البنت المخطوفة دي تبقى بنت سيدة مهمة جدا وسيناتور في مجلس الشيوخ وان الرئيس نفسه مهتم بالحادثة وطبعا الدنيا كلها اتقلبت. وبتيجي الصورة على كلاريس وهي رايحة المصحة لهانيبال ومدير المصحة دكتور تشيلتون بيقول لها انت كل مرة تيجي ومش بتقولي لي معلومات عن لقائك بالمريض بتاعي وانا همنعك من مقابلته. وهي ردت عليه قالت له انا جايه بتصريح من الاف بي اي لو عندك مشكلة كلمهم او سيبني اشوف شغلي. وسابته ودخلت لهانيبال طلعت من شنطتها ملف قضية بافالو بيل وعقد اتفاق مع الحكومة بانه لو ساعدهم يحرروا البنت المخطوفة كاثرين هيتنقل لزنزانة عادية في سجن عادي وهيتسمح له يدخل المكتبة وليه اسبوع في السنة يروح منتجع سياحي وحاجة دلع قوي. والاتفاق ده يعتبر لاغي لو ملحقناش البنت وغير قابل للتعديل او النقاش. وهو طبعا بما انه دكتور نفسي عبقري قال لا انا كل ده ما يهمنيش، انا عايز اعرف عنك انتي في طفولتك، احكي لي بعد ما ابوكي توفى رحتي فين وليه جواكي طاقة خوف بالشكل ده. واضطرت تحكي له ان بعد وفاة ابوها وامها اضطرت تعيش عند قريبتها وجوزها في مزرعة للاغنام وفي مرة صحيت من النوم على صوت صريخ الاغنام عشان صاحب المزرعة كان بيذبحهم وانها انقذت خروف صغنن من الذبح واخدته وهربت بيه وان طبعا ما قدرتش تشيله مسافة كبيرة وفي الاخر خالص اضطرت تسيبه. ولغاية النهاردة بتصحى من النوم مفزوعة على صوت صريخ الخروف الصغنن ده وبيجي دورها تسأله عن الضحية اللي لقوها لكنه بيقطعها وبيقول لها هي البنت اللي لقيتوها دي سمينة؟ فقالت له هي فعلا سمينة.
قال لها وملاحظاتك للجثه شفتي ايه؟ قالت له انهم لقوا شرنقه حشره داخل بقها محطوطه بالعمد. فضحك كده وقال لها دي شرنقه فراشه وبترمز للتغيير والجمال من شرنقه لفراشه جميله. طب يا دكتور انت قلت اني قريبه من القبض عليه، ازاي بقى؟ قال لها في 3 مراكز للتحول الجنسي كبار، اعتقد انك هتلاقي ان في اسم تردد على ال3 اماكن دول، وامشي ورا الخيط ده. هي بتقول له يعني هو مخنث؟ قال لها لا هو مش مخنث، لكنه بيعتقد ان هو انثى من جوه، ده نتيجه للضعف والعنف اللي اتعرض له في الطفوله. وبتيجي الصوره على دكتور تشيلتون مدير المصحه وهو بيتصنت على حادثهم، وبتيجي الصوره على السفاح بافالو بيل وهو حابس بنت السيناتور اللي خطفها في بير غويط وواقف يكلمها من فوق ويقول لها لازم تحطي كريم مرطب على جلدك، وهي بتترجاه يطلعها وان عيلتها اغنياء وهيدفعوا له الفديه اللي كان طالبها ايا كانت هي هتبقى كام. وبتقعد تصرخ وتقول له ارجوك طلعني، وهو بيقعد يتريق عليها وهو بيلعب مع كلبته لغايه ما بتاخد بالها من ان جدار البير مليان دم نتيجه محاوله صعود الضحايا وتسلقهم جدار البير ده. وبتيجي الصوره على دكتور تشيلتون وهو قاعد قدام زنزانه هانيبال بيتريق عليه وبيقول له انت فاكر ان بتوع المباحث دول هيجوا يطلعوك كده وانا ما اطلعش منك باي استفاده؟ لعلمك انا سالت عن العرض اللي عرضته عليك كلاريس وطلع كده، انا كلمت السيناتور روث وعملت معاها ديل بجد، هات اسم بافالو الحقيقي ولو عرفنا نمسكه قبل ما يأذي كاثرين انا هخرجك من هنا وهنوديك سجن الولايه ترجع زي البني ادمين من تاني، بس قولي اي معلومه تساعدنا. اسمه ايه؟ قال له اسمه الاول لويس، ومش هقول اي معلومات تاني غير قدام السيناتور نفسها. وبتيجي الصوره وهو بيتنقل بالطياره باجراءات مشدده لغايه ما بيوصل وبيقابل السيناتور وهي بتقول له احنا عملنا عقد عشان يضمن حقوقك الجديده في الاتفاق، لكنه بيرد عليها بيقول لها انا مش هضيع وقت كاثرين في الاتفاقات دي، هو هيساعدهم الاول ان بافالو اسمه لويس فريند قابلته اول مره مع عشيقه راسبل اللي انا قتلته وانتوا لقيتوا راسه مقطوعه في المخزن، واوصافه انه جسمه قوي شعره اصفر وعيونه زرقاء ومعرفش ساكن فين بالظبط. وبتيجي الصوره على دكتور تشيلتون وهو واقف مع الصحافه بيكلمهم عن عبقريته الفذه اللي خلت هانيبال يرشد الشرطه على اوصاف المتهم. ومن ناحيه تانية بتروح كلاريس تقابل هانيبال في زنزانته الجديده وسط اجراءات مشدده، واصلا افراد الشرطه اللي مكلفين بيه ميتين من الرعب منه. وبتقابله وبتقول له انت كنت بتقولي الحقيقه المره اللي فاتت، لو سمحت كمل كلامك، مين هو لويس فريند؟ انت دايما بتقولي الاسامي بالاشاره مش بتقول الاسامي الحقيقيه، وانت قلت اني ممكن احل القضيه دي، قول لي ازاي؟ قال لها كل حاجه مكتوبه في ورق القضيه اللي كتبتيها، فكري هو بيقتل ليه؟ قالت له عشان مختل. قال لها لا هو مش بيقتل اصلا، هو بيعمل حاجه تانية والقتل ده شيء عارض ليه. اقري الملف كويس يا كلاريس وانتي هتفهمي ايه هي اهتماماته واحتياجاته وهتعرفي تمسكيه، وساعتها صوت صريخ الحملان اللي بيفزعك كل يوم ده هيبطل لوحده. بيدخل دكتور تشيلتون الحجز عليهم وبيطردها، وهانيبال بيقول لها هتقدري تحلي القضيه لو فضلتي مركزه في الدوافع. وبتيجي الصوره على هانيبال بعد كده وهو راسم صور لكلاريس والحملان اللي في دماغ كلاريس، وهو مستني الحراس بتوعه يقدموا له العشاء لتاني مره النهارده، والعشاء برضه عباره عن حته لحمه نيه وبيبان ان جوه بقه دبوس عشان يفك الكلبشات، وفعلا الحراس بيأيدوه ويحطوا له الوجبه، لكنه في ثانيه كان فك الكلبشات وعض وش حارس اكل خده تماما وفضل يضرب في التاني بالعصاية لغاية لما قتله، وقعد يسمع شوية مزيكا جنب جثثهم وعادي يعني. وبتيجي الصورة على طاقم الشرطة اللي بيحرس مقر الزنزانة وهما بيسمعوا طلقات رصاص في مكان احتجازه في الدور الخامس، وبيطلعوا كلهم للدور المحبوس فيه وبيفتحوا أوضة الاحتجاز عشان يتفاجئوا بأن حارس من الحراس مقتول ومتعلق على القضبان بتاعة الزنزانة وجسمه مسلوخ تماما بشكل مرعب، والحارس التاني لسه عايش بس سالخ وشه برضه. وهانيبال هرب ومش موجود وبيدوروا عليه ومش لاقيينه. تيجي الإسعاف تاخد زميلهم اللي وشه مسلوخ، وفي نفس الوقت بيلاقوا دم بينقط من سقف الأسانسير وبيتوقعوا ان هانيبال مستخبي فوق الاسانسير، لكن هانيبال في اللحظه دي كان هو اللي في الاسعاف عامل فيها الشرطي المصاب، وطبعا قتل كل طاقم الاسعاف وهرب. ومن ناحيه تانية كلاريس قاعده هي وزميلتها بيحاولوا يراجعوا كلام هانيبال عشان يوصلوا لبافالو بيل لغايه ما بتفك طرف خيط ان واحده من الضحايا دي كانت صديقته، وبتطير على عنوانها وقابلت باباها اللي سمح لها تطلع تبص في غرفتها. وهي بتفتش اوضه البنت شافت صور للبنت وهي عريانه وان جسمها سمين فعلا، ولقت ان البنت كانت شاطره جدا في تفصيل الملابس، وهنا ترجمت ان القاتل ده بيختار ضحاياه سمان وانه بيجوعهم كام يوم لغايه ما يقدر يسلخ جلدهم ويصنع من جلدهم جسم ليه. وبتكلم كروفورد في التليفون عشان تقول له انها عرفت القاتل وان هو بيعرف يخيط وان هو
ترزي او مصمم ازياء، فهو بيقول لها احنا عرفناه اصلا وحددنا مكانه، وانا دلوقتي في الطياره رايحين نقبض عليه. عرفتوا منين؟ قال لها احنا حصرنا اسامي المتحولين جنسيا ولقينا واحد منهم كان جايب شحنه يرقات فراشات من نفس النوع من تايلاند، واحنا في طريقنا ليه دلوقتي بالطياره، واسمه جيم جوم. من ناحيه تانية هانيبال كان كل كلامه صح ما عدا الاسم فقط، وبتخلص المكالمه على كده. ومن ناحيه تانية بتيجي الصوره على السفاح وهو بيحط مكياج وبيرقص وبيحط اكسسوار حريمي ومعلي المزيكا، وتحت كاثرين البنت المخطوفه بتحاول تمسك الكلبه بتاعه السفاح بانها ربطلها عظمه عشان تشدها للبير وتقدر تساومه عليها. وبتيجي الصوره على كلاريس وهي قاعده مع صاحبه الضحيه اللي فاتت، وهي بتسالها طيب هي كان ليها بوي فريند او حاجه كده، بتقول لها لا لو كان ليها كنت هعرف. طيب هي كانت بتعرف تخيط ملابس؟ قالت لها دي كانت بتساعد مسز ليبمان، سيده مسنه بتعمل في تفصيل الملابس الحريمي. طيب ممكن تديني عنوانها؟ قالت لها طبعا. من ناحيه تانية السفاح بيتنبه ان الكلبه بتاعته مش موجوده، بيسمع صوتها ان كاثرين ماسكاها وهو بيتجنن وهي بتهدده انها هتموت الكلبه بتاعته، وهو بينهار وبيصرخ فيها. ومن ناحيه تانية الاف بي اي وكروفورد بيوصلوا البيت المتهم اللي شاكين فيه وبيقتحموا المكان وبيلاقوه فاضي عشان كروفورد يفهم انه اتضحك عليهم في معلوماتهم وان كلاريس كده في خطر. وبتيجي الصوره على كلاريس وهي بتخبط على بيت مسز ليبمان وبيفتح لها بافالو بيل وهي بتقول له مسز ليبمان هنا؟ قال لها لا دي توفت. طيب انا بحقق في قضيه مقتل فريدريكا. قال لها دي البنت المليانه. قالت له انت تعرفها؟ فتلخبط كده وقال لها بس ما اعرفهاش شخصيا، انا سمعت من الجرايد. عموما مسز ليبمان كان عندها ابن، انا عندي الكارت بتاعه لو تحبي تدخلي على ما ادور لك على الكارت. ودخلت كلاريس البيت وهي بتبص على المكان وهو بيسالها مسكتوا اي خيط للقضيه؟ عشان الشرطه المحليه في ميه البطيخ ومش عارفين حاجه. فردت عليه هي وقالت له احنا قربنا نوصل للقاتل نفسه، وهي عينيها بتفتش في المكان كله لغايه ما لمحت بكر خيوط كتير وفراشه طايره جوه المنزل، وهنا اتاكدت ان جاك ده هو السفاح. قامت جايه سحبه مسدسها ومثبتاه، لكنه هرب على الاوضه الثانيه وهي جريت وراه، لقت قبو مفتوح، نزلت على السلالم لغايه ما دخلت اوضه مليانه مانيكانات ومعمول اجسام بالجلد البشري. سمعت صوت كاثرين من تحت وراحت لها وقالت لها ما تخافيش الشرطه جايه دلوقتي، وسابتها ورجعت تفتش الاوض عن السفاح فين. ودخلت اوضه معموله لتفريخ الفراشات لغايه ما دخلت اوضه ضلمه خالص، وبيل لابس نظاره رؤيه ليليه وهو شايفها وهي مش شايفه حاجه خالص، لغايه ما حست بيه وضربته بالنار وقتلته. توصل الشرطه وبتطلع كاثرين من البيت، وكروفورد بيوصل لمسرح الجريمه عشان يطمن على كلاريس. وبتيجي الصوره على الاف بي اي وهم عاملين حفله لكلاديس وبيهدوها وسام الشجاعه، وبيكملوا احتفال اصدقائها وزمايلها في بيتها، وكروفورد بيهنيها بشكل شخصي. وفجاه بيجي لها تليفون من دكتور هانيبال ليكتر من مكان مجهول بيهنيها فيه على ذكائها وشطارتها في انها حلت اللغز كله. بيقول لها لولا ان انا مشغول بامر ما كان زماني جيت وهنيتك بنفسي. تيجي الصوره على الامر التاني عشان نكتشف انه بيراقب دكتور تشيلتون مدير المصحه اللي كان بيعذبه وهو رايح يقضي اجازه في مكان بعيد. طبعا معنى كده ان هو هياكل شيلتون صاحي وهينتقم منه اشر انتقام. وبتنتهي احداث الفيلم على كده، واشوفكم في فيلم جديد.